لازم تحمدوا ربنا على نعمة الأمن والأمان. ولما تلاقوا إن إحنا النهاردة في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بنحتفل في بلد الأمن والأمان في مصرنا الغالية باليوم الأول لعيد الفطر المبارك، أعاد الله عليكم أيها السادة والسادة بالخير واليمن والبركات. ولما بنقول إن إحنا موجودين يعني نأمن، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحنا فرحانين بالعيد، لكن عندنا في ناس بتئن تحت أصوات المدافع وأزيز الطائرات المسيرة ويعني أصوات الصواريخ. ده الوضع في المحيط بمصر الأمن والأمان. يا سادة السادة أهلا بكم، نحن معكم في تمام 5:07 دوما عندما أتواجد مع حضراتكم بنعرض على حضراتكم أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة لدينا. بنقول لكم الآتي: طبعا يعني لما تلاقوا الوضع الحالي وبنتكلم على الامن والامان، وبتلاقوا ان احنا بفضل الله احنا فرحانين ومبسوطين وبنستمتع بالعيد، وفي ناس كتير يعني حرمت من هذه النعمه للوضع اللي حضراتكم تعلموه في المحيط بينا. النهارده يا سادة والساده يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كان امبارح في زياره للاشقاء في قطر والامارات، وده احنا بنتكلم على يعني محيط اقليمي ملتهب ومشتعل. النهارده السيد الرئيس ادى صلاه العيد بمسجد الفتاح العليم بالعاصمه الاداريه، وكان في العديد من الرسائل. من هذه الرسائل كما تحدث السيد الرئيس نصا بيقول سيادته: أنا في 2011 أو 2011 كنت بقعد مع مسؤولين كانوا بيسألوا مين هيمسك مصر؟ كنت بقول الإخوان هيمسكوا وبعدين هيمشوا. ليه بقى؟ لأن المصريين ما بيحبوش حد يفرض عليهم ويروحوا يصلوا في الجامع أو يصلوا في الكنيسة. مصر لا يتم فيها إجبار أحد على الدخول للمسجد بالعافية أو الكنيسة بالعافية. والسيد الرئيس أيضا قال نصا: ربنا يديم علينا الأمن والأمان ويعيننا على الأشرار. ده الرسالة اللي قالها السيد الرئيس النهارده. وعايزين نقول لحضراتكم إنه يعني في معرض جولة السيد الرئيس يعني بالأمس وزيارة الأشقاء، احنا بنتكلم على إن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي في رباط كلاهما يعني يؤازر بعضه. عايزين نقول لحضراتكم ايضا انه يعني من الاخبار العالميه انه تم العثور على اجهزه تصنت متطوره. موجوده فين بقى؟ متخيلين؟ موجوده داخل قاعه اجتماعات القياده المركزيه الايرانيه. ده اللي تم الاعلان عنه. كمان عندنا اذاعه الجيش الاسرائيلي بتتكلم على ان هناك صاروخ ايراني اصاب مصفى للنفط في حيفا. يا ساده والساده، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول انه قد ابلغنا الجانب الايراني بأن الاعتداءات على دول الخليج غير مقبولة وغير مبررة. وقال أيضا سيادة الرئيس أن محاولات إحداث الفتنة بين مصر والدول العربية طبعا دي مردود عليها. وهتلاقوا هنا أنشطة عديدة لوزارة الدولة للإعلام، يعني منها السيد وزير الدولة للإعلام السيد ضياء رشوان بيقول أن مصر متضامنة مع أشقائها العرب، وده ليس محلا للتشكيك ونرفض ذلك. وهناك أيضا اتصالات مصرية على كافة الأصعدة وتواصل مستمر للتأكيد على الدعم الكامل للأشقاء في الخليج والدول العربية. ده التصريح السيد ضياء رشوان. النهارده كمان عندنا ذكرى يعني تحرير طابة. ولما بنتكلم عن تحرير طابة، الجزء الأخير الغالي من الأرض المصرية المحررة في جنوب سيناء، عايزين نقول لحضراتكم إن إحنا بعد النصر الحربي كان في نصر دبلوماسي. يعني بعد ما نتكلم على انتصار عسكري بكل مقومات الانتصار العسكري، كان عندنا انتصار في مجالات التفاوض، وده اللي مصر الحمد لله نجحت فيها في استرداد آخر حبة رمل لنا من أرض سيناء الغالية على كل مصر. أيها السادة والسادة، ده يمكن من ابرز الاخبار المتواجده لدينا. وعندنا العديد من الاخبار، منها على سبيل المثال ان وزاره الخارجيه الفرنسيه بتتكلم على ان وزير الخارجيه الفرنسي بيتوجه لاسرائيل. طبعا ده في الانشطه المعهوده. وعايزين نقول لحضراتكم ان اعلام القوات المسلحه الايرانيه بينشر المشاهد دي لاستهداف طائره F-35 او F-35 ده في سماء الجمهوريه الايرانيه. واحنا بنتكلم على نشاط، هم بيقولوا الدفاع الجوي الايراني خلص وما اعرفش ايه، لكن انت بتفسر بايه استهداف طائره F-35 اللي هم بيتندروا او بيتغنوا بيها وبيتكلموا عنها.
طبعا يعني امبارح السيد الرئيس قال رساله لنظيره الاماراتي، يعني بيقول فيها ان الامن القومي لدول الخليج العربي امتداد للامن القومي المصري. رد عليه يعني سيد رئيس دوله الامارات قائلا او في تصريح يعني ان زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعكس العلاقات والروابط الاخويه الوثيقه بين اللي تجمع البلدين. وده طبعا بيأكد على يعني ان مبدأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بان مسافة السكة احنا بنهب لنجدة الاشقاء، وده طبعا ليس بغريب وليس بجديد على مصر الامن والامان الشقيقة الكبرى لكل العرب ولكل من يلجأ اليها من دول يعني عربية او صديقة، لان نجدة الملهوف دي اساس يعني تجيده مصر وتحرص عليه في معونات ومساعدات عينية او غيرها. اما الشق المتعلق بالتعاون العسكري فده محل يعني العديد من التشريعات والقوانين، والسيد الرئيس لما نادى من اكثر من 10 سنوات ان يكون هناك جيش عربي قومي، جيش عربي واحد، ده الاهم. وده كان يعني بيثبت رؤيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما عرضه على الاشقاء العرب. تعالوا مع بعض نشوف بوليتيكو بتتكلم على ان البنتاجون بيدرس ارسال مزيد من القوات الى منطقه الشرق الاوسط. وكمان احنا لما بنتكلم على بوليتيكو بيتكلموا على زياده البنتاجون بيطلب كام؟ 200 مليار دولار دعما للحرب الدائره، الحرب الامريكيه الاسرائيليه الايرانيه. غريب قوي لما تلاقوا تصريح من مين؟ من معاريف الجريدة والموقع الإسرائيلي الشهير بتتكلم على أن استهداف البنى التحتية المدنية في إيران بيعد تصعيد كبير وخطير، وده لما يجي من معاريف ده ممكن برضو يكون له العديد من المؤشرات. عندنا أخبار يعني 3 متبقية من هذه الأخبار. إن الرئيس الإيراني بزشكيان بيتكلم بيقول ايه بقى؟ بيحذر دول العالم، بيقول اذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم امام هذه الازمه فان لهيب هذه النار سيمتد ليحرق الجميع. ده بزشكيان الرئيس الايراني. اما الحرس الثوري بقى يعني قال تصريح اعجبني بصراحه وممكن يعجب حضراتكم، بيقول فيه انهم يواصلون انتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون لدى الحرس الثوري. يعني عشان كده بيتكلم على انه لا كل شويه يقول لك احنا خلصنا وعملنا، لا يزال الحرس الثوري يجيد انتاج الصواريخ رغم الحرب الدائره، وده طبعا بيعوض النقص ويزيد المخزون لديه. ختاما ايها السادة والساده، هناك تلويح من ترامب بانه هيحتل او يستحوذ او بقول لك انا هاخد كوبا وهعمل فيها اللي انا عايزه. ميغيل دياز كانيل الرئيس الكوبي بيقول له ردا على ترامب، وخلي بالكم بيقول له مقاومه قويه بانتظاركم. هو تقريبا يعني الامريكاني ما تعلمش من التجارب السابقه في فيتنام، في افغانستان، في لكن هو حتى كمان الوضع الحالي في ايران لم يتعظ منه، والمؤكد هم كان لهم اذرع وايدي متواجده في غزه وبرضه لم تنجح. لكن انت كمان ده انت لسه مكوي بما يتم في ايران وبتفكر ان انت تحتل كوبا. الايام القليله القادمه ستثبت الكثير من الاحداث، لكن يكفي ان انا بقول لحضراتكم احنا النهارده في اول ايام عيد الفطر المبارك في مصرنا الغاليه نحتفل في الامن والامان. غيرنا عزيز الطائرات المسيره والصواريخ والمدافع ومش قادر يفرح. ارجوكم افرحوا، احنا في عيد بفرحنا بيوم الجائزة يوم عيد الفطر، وفرحنا أيضا بأننا نعيش في بلد الأمن والأمان يحكمنا قائد وزعيم وحكيم على قدر المسؤولية يدرك قيمة الوطن ويحافظ على ترابه ومقدراته وشعبه وأرضه. أيها السادة والسادة، في الغد إن شاء الله يوم جديد و7 دقائق. دمتم بخير وإلى اللقاء.